إله قلوبهم لتكون غرسا للهدى بستانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالنسل، هو الذي من تركه من جبار إلا قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يسمع منه العلماء ولا يصدق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وهو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به وجد، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لو أن عيني لم تعاني مصحفي بالله قولوا كيف قلبي يبصر. يا قارئ القرآن لم تتحيز قل بربك أي باب تقرأ. اسلك سبيل الحفظ واسمع كلما ناداك للجنات باب أوسع. يا قارئ القرآن رتل وارتقي لك في رحاب الله عيش أوسع. الإخوة والأخوات، الحفل الكريم نحييكم تحية طيبة من عند الله مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالنيابة عن مجلس إدارة جمعية جنة الرحمن الخيرية، أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الكريم لتكريم حفظة القرآن الكريم. ونحن إن نكرم اليوم حفظة القرآن الكريم فإنما نكرم أنفسنا بداية، ولا نرفع من قدرهم بل نرفع من قدر أنفسنا حينما نكرمهم. خير بداية